وحضرتك لو بتعاني من اي مضاعفات بالنسبه للقدم السكري ارجوك ما تتاخرش وتعالى زور وحده السكر عشان تطمن على نفسك. معظم بيوتنا لا تخلو ان يكون فيها مريض بيعاني من مرض السكري. دكتور جراحة الاوعية الدموية مش غرضه بس انه يعالج مضاعفات مرض السكر، بل انه يمنع حدوثها من البداية. مشكلة قدم مريض السكر ان هو بيعاني منها من حاجتين اساسيتين: ضعف التروية الدموية والتهاب الاعصاب الطرفية. وبالتالي بقى عندنا مريض عنده قدم ما بيحسش بيها، بيتحرك بيها في كل الاماكن لمجرد ان خبطة بسيطة من اساس البيت اللي هو قاعد فيه او خبطة بسيطة حصل جرح في القدم ما بيحسش بيها. بالتالي القدم دي بتبقى معرضة ان يحصل فيها جرح غير ملتئم، يحصل فيه غرغرينة، يحصل فقد جزء من اجزاء القدم. ونتيجه لضعف الاعصاب الطرفيه للقدم بسبب مرض السكر المريض ما بيحسش بالجرح اللي موجود، ما بيحسش بالمشكله في بدايتها عشان يتجنب. ونتيجه لضعف الترويه الدمويه ممكن يحصل انسداد للشرايين الطرفيه، وبالتالي ان المريض اللي بيعاني من مرض السكري يفقد جزء من اجزاء جسمه لو ما اتعالجش بصوره صحيحه. الاعراض بتاعه القدم السكري اللي ممكن المريض يشعر بيها: شكشكه او تنميل نتيجه لضعف الاعصاب الطرفيه واعتلال الاعصاب الطرفيه. ممكن يشعر ببروده، ممكن يشعر بعدم الاحساس بالقدم نتيجه لان في مشكله في الترويه الدمويه. ممكن يكون في مشاكل تانية زي فطريات ما بين الصوابع او في جروح بسيطه المريض لا يشعر بها. فكره التكامل في وحده السكر ان يكون كل التخصصات اللي محتاجها المريض اللي بيعاني من مرض السكر موجوده كلها في مكان واحد وفي وقت واحد لخدمه المريض، لدرجه ان التحاليل اللي انت بتطلبها موجوده برضه وبتظهر نتيجتها في نفس الوقت اللي انت بتكشف في وحدة السكر. ومن هنا كانت فكرة ان المريض بيوفر وقت وجهد وفلوس. وحضرتك لو بتعاني من اي مضاعفات بالنسبة للقدم السكري ارجوك ما تتأخرش وتعالى زور وحدة السكر عشان تطمن على نفسك. ولو في اي اعراض عند حضرتك بالنسبة للمرض السكري اطمن وطمنا معاك، وشعارنا دايما الوقاية خير من العلاج. ان شاء الله هكون معاكم دكتور محمد ابو زيد، اخصائي جراحة الاوعية الدموية والقدم السكري، وحدة السكر لاي حاجة تتعلق بالقدم السكري.